علي تمرين عنده الذراع، عنده تمرين الذراع. من خلال هذا التصوير راح نشوف علي ايش قد عنده مستوى من التحفيز وايش قد يريد والله انت ان يريد اصرار عنده وتحدي ان يصير بطل. علي هذا السيف هسه استوى بدا يصعد عنده الضغط عنده وبدا يحس بالوزن الثقيل، بس هذا الشيء ما راح يقدر يخليه انه معناه ممكن يتجاوز التمرين ويقدر يفهم شنو معنى التمرين وشنو هو تحفيز. هو عباره عن القاعه، هو عباره عن طبعا نحفز العضله نحفزها هاي بناء تمرين هو بالغذاء والتغذيه وهاي الامور. لكن علي يريد يوصل له الفكره يريد يخليه شلون يعرف ان التحفيز والتمرين والاصرار، الاصرار بالتمرين، الاصرار ان يسوي شيء، الاصرار ان يشوف شلون الابطال القدماء او الموجودين اللي يقدرون يوصلون مسارح البطولات. واذا كان على مود علي ان يريد يطش هذا الشيء مو مجال بعد، يقدر يسوي ممول بالنت ويقدر يطش، لكن ممكن يسوي شيء يعطيه فكره التاريخ شلون بالتمرين. طبعا التمرين مو التمرين اللي قصده اللي هو شلون نقول بس نحكيها باللغه مالتنا العائليه يعني ندغدغ العضله او نقشمر على راحتنا، لا تكون صدق نعد العضله. هي مو معناها هي معناها دوام العضله، معناها التحفيز القوي. يعني علي هسه ما واحد دمرات وجهه ما عليه ممكن شنو يريد يسحبه، ممكن يصير فشل عضلي، ممكن ما يقدر يسحبه. هذا الشيء اللي يقدر يخليه يدفع هذا الوزن او ما يدفعه هو شنو؟ عامل التحفيز، عامل الاصرار، عامل ان يريد يصير بطل، عامل ان يريد يصير بطل مسارح بطولات ويذكر التاريخ بعدين. مو معناها يريد يحفز العضله على مود شيء بسيط او على مود تيشيرت او على مود ملابس او هذا الشيء ماكو مشكله، شيء حلو للشباب والهاي، بس لكن الطموح مال السباقات يختلف. عافية؟ ايه ابدا يصير عندك هذا الاحساس انه ما تفعل الوزن، لا يصير الاحساس ان الوزن يندفع. ليش؟ لان قبلك دافعين هذا الوزن. عامل الخوف يلعب دور بالموضوع. عامل الخوف دائما انا انبه اللاعبين واقول لهم عامل الخوف يلعب دور بالتمرين. شلون؟ انا اذا صار عندي خوف ما راح اقدر ادفع الوزن، عامل الخوف يلعب دور. ولذلك هواي اجهزه حديثه طورت من موضوع عامل الخوف وخلته تتجاوز اللاعب يتجاوز مرحله عامل الخوف. لكن من عندك يصير تحفيز وعندك اصرار على مود ان تصير بطل. ممكن الخوف يشيله عن بالك. هو عامل الخوف خليه يروح عن البطل. يريد يصير عنده جسم ويعتني بمنصات بطولات شلون زملائهم من الابطال اللي نفتخر بهم بكل العراق اكيد ان عامل الخوف تجاوزوه. هذا الشيء اللي هو علي هسه هم جاي يشتغل عليه. يلا علي. شد بطل. ابدا يرجع ما يرجع. ايه عامل تحفيز. انت تريد تصير بطل؟ ممكن
ايه ممتاز. تتذكر ان الغذاء اللي تتغذاه والامكانيات اللي تاخذهم لازم تطلع التمرين. ممتاز. هاي الاصوات الحلوه. خلف الراس. انزل زايد. انزل يا بطل. عاشق ايدك. ايه ايه ايه. انت تذكر هناك. لازم تدفع. يبدي اللاعب بالاوزان يحس بالاوزان والتعب لما يصير عنده يعني شلون نقول بنت ان انا واقف اساعدك مأمن ان انا اساعدك. انا خدعه اعوفه، مو معناه اعوفه اخليه يطبر حتى خطوه يده لا، لكن انه كم دفعه راح ياخذ عنه لان هو ماخذ استمرار ان هذا الوزن جاي يدفعه. هنا يجي دور مساعد، تخدع انه خليه بعامل الاماره، يحس انه مساعده لكن هو الوزن جاي يدفعه هو واحد. عامل الخوف يشيل عنه. ممكن اكو تمارين يحس بيه انه هو الوزن راح يوقع عليه او مثلا راح يأذيه، مو بهذا التمرين او غير تمارين. عامل الخوف عنه يشيله هو بالمساعده. وايد يسالون ان المساعده صح لو غلط؟ لا، ممكن اذا رفيق وياك اساس هذا الشيء. المساعده كلش فيها فائده، تحفزك على الاوزان اللي ما تقدر ترفعها وحدك بالايام الجايه، راح تقدر تتجاوز هاي الخطوه من التمارين، راح ترفع الاوزان اكثر. خلينا نعفو واعتذر على كلمه انه الغرب بالاوزان، لا ما يصير. لازم شنو؟ اوزان صوره صحيحه بتكنيك صحيح. هو هذا القمه اللي اهم شيء يوصل لك اللاعب. اهم شيء هذه القمه اللي يوصلها اللاعب انه باوزان عاليه، تكنيك صحيح، اللي هو ذروه اللي هي الدفعات الاخيره هي الفائده به.